بيبدأ الفيلم وقت ما ضربت أمريكا جزيرة يابانية علشان تسيطر على قاعدة جوية، وده خلى الجيش الياباني يجهز نفسه ونفذ أكتر من هجوم على أمريكا عام 1944 وقت ما بتتحرك قوات من الجيش. وبيقول لهم القائد كلها 5 أو 6 أيام ونرجع للوطن، مفيش وقت للراحة، دي مجرد عملية تمشيط سريعة. فبيفضلوا ماشيين لحد ما بيحسوا بحاجة وبيطلع في أعداء وراهم، فبيبدأ بينهم ضرب نار وبيقع منهم 4 أشخاص، وبيفضل القائد بس اللي واقف وبيقدر يضربهم كلهم وبيقتل اخر واحد. يروح يطمن على الجنود وبيشيل واحد وبيمشي. وبنرجع تاني لفيك، وده واحد من الجنود الامريكان وهو بيتمرن وبيكون متعصب جدا لدرجة انه بيوقع الخشب. فلما بيخلص بيقابله كونر وبيسأله ارتحت، فبيقول له لا. فبيسأله لو الجنود الجداد جم، لكنه بيقول له لا، روح اسأل صديقك. فبيروح لجاك وده قائدهم، فبيسأله على الجنود، بيقول له لا مفيش حاجة جت. فبيقول له لازم تقدم شكوى لان عددنا قليل. بيقول له الدواء والاكل والشرب قليل مش الجنود بس، ومحدش بيرد علينا. فبيقوم علشان يمشي، لكنه بينادى عليه وبيقول له هترجع للوطن قريب. وبعد فترة بيدخل واحد مصاب العيادة، فبيروح فيك وبيعرف انه اتصاب بشظايا في دراعه ومفيش حل غير قطعه. فبيبدأ يتكلم معاه لحد ما بيقطعوا له دراعه وبيمشوه. وبيظهر جنديين ماشيين، واحد فيهم مصاب ودول اللي ظهروا في اول الفيلم. فطيارة بتضرب عليهم صواريخ جنبهم، لكنهم بيقدروا يقوموا وبيستخبوا من الجنود اللي جنبهم. فبيقوم القائد يأمن المكان، لكنه بيجيله واحد من وراه وبيضربه، بس بيقدر يقاومه وبيضربه لحد ما بيقتله. وبيرجع مع الجندي للعيادة اللي فيها فيك، فبينقذهم على آخر لحظة وبيطلب يقابل رئيسهم اللي هو جاك. فبيدخل له وبيعرفه ان اسمه الرائد بورتر. فبيقول له جاك عاوز ايه، علشان يقول له انا كنت محتاج اقابلك لانك اسطورة، وكمان عاوز احذرك انا والجنود اتعرضنا لكمين عند التل وماتوا كلهم ما عدا انا والجندي اللي معايا، وفضلنا نستخبى لحد ما سمعت بالصدفة واحد فيهم بيقولوا انهم بيخططوا لاقتحام المكان ده. فبيسأله لو يعرف امتى ميعاد الهجوم، لكنه بيقول له لا ما اعرفش. فبيقول له جاك طب عاوز ايه، بيقول له عاوزك تبلغ القائد ويبعتوا جنود، لكنه بيقول له القائد مش مهتم بينا اصلا، ولو خايف على نفسك تقدر تمشي دلوقتي لان لا عندنا جنود ولا حتى اسلحه. فبيسيبه وبيخرج فيك وراه وبيقول له ايه الهجوم ده، انا ممكن اروح للقائد واقنعه، لكنه بيقول له لا ما تتعبش نفسك. فبيساله بورتر انت دخلت معارك قبل كده، لكنه بيقول له لا. فبيساله هنعمل ايه، بيقول له لازم نخلي المكان في اقرب وقت ونمشي. من ناحيه تانية بنروح للجنود اليابانيين وهم فاتحين خريطه وبيحددوا مكان العياده، اما الجنود الامريكان بتبدا تقفل المكان على نفسها. وجاك بيلاقي الكاس قدامه بيتهز، فبيبص بره بيلاقي دبابه داخله عليهم من بعيد، وبنشوف حواليهم جنود يابانيين لحد ما بيتضرب ضربه على الباب. فبيقع 2 من الحراس اللي واقفين، لكنهم بيقدروا يقوموا وبيهربوا. اما فيك وكونر بيكونوا ماشيين ناحيه الصوت وبيلاقوا قدامهم جندي ياباني، فبيرجعوا تاني وبيستخبوا لحد ما بيخرج القائد جاك وبيقتله وبيطلب منهم يلاقوا اسلحه ويستعدوا. اما المرضى والممرضين بيحسوا بخطوات وبيسمعوا ضرب نار وصوت قريب منهم، لكن بورتر بيقول لهم ما يعملوش صوت لحد ما بيظهر 2 مع بعض وبيقتلوا جنود يابانيين. وبيجروا بسرعه لحد ما بيوصلوا لبورتر والمرضى وبيقولوا لهم استخبوا بسرعه. فبيقلبوا السراير وبيستخبوا، وبيدخل عليهم جنود يابان فبيبداوا يضربوا عليهم نار وبيقتلوهم. وجاك بياخد كونر وفيك وبيديهم اسلحه. من ناحيه تانية الجنود اليابان بتخبي نفسها، والتلاته نازلين من على السلم وبيشوفوا قدامهم جنود ميته، فبيظهر قدامهم 2 بيقتلوهم. وبيمشوا لحد ما بيوصلوا للمرضى في العياده، وبيكون في ممرضات اتقتلت وكمان مرضى. فبيقول بورتر دي الموجه الاولى، لسه في اكتر من دفعه جايه وهنموت لو فضلنا مفيش مفر. فبيقول جاك انقل كل اللي هنا المكان امن وانا هرجع لمكتبي احرق الورق. وبورتر بيقول للممرضات تلم كل حاجه، خوذه او مسامير او حتى مفكات، وبيطلب كمان الاسلحه والاكل والشرب. اما جاك بيوصل للمكتب وبيمسك الورق وبيحرقه، والممرضات بتلم اي حاجه قدامها. فبتوصل الجنود للبدروم وبيقول لهم ينظفوا المكان. من ناحيه تانية بتدخل الجنود علشان يجيبوا اكل، بس بتظهر قدامهم جنود من اليابان وبتبدا تضرب عليهم نار وبتصيبهم لحد ما بيقدر بورتر يخرج وبيقتل 2. وفيك بيحاول ينقذ اللي اتصابوا لحد ما بيقدر بورتر يقتلهم كلهم، وكل الجنود اللي اتصابت بتموت. وجاك بيجيب قناصه وبيبدا يصطاد كل اللي بيقرب عليهم، وبورتر والباقي بيكملوا. وبيكون هو في المقدمه بيقتل اي حد بيخرج، وبيكون سريع جدا في ردة الفعل. وجاك بيجيله واحد من وراه وبيضربه بالمسدس، فبيروح للراديو وبيشغل اغاني وبيقعد لحد ما بيدخل عليه وبيقتله برصاصه في دماغه. وبورتر وفيك وكونر لسه تحت سوا، وفيك بيقتله بسرعة وبيكون أول واحد يقتله، وده لأنه دكتور وبينقذ الناس. فبيقول له لو ما كنتش قتلته كان زمان واحد فينا اللي مات. وباقي الجنود والممرضات بيكونوا اتنقلوا في البدروم، فبيعملوا سلاح كبير علشان أي حد يدخل لهم. وبورتر وفيك وكونر بيتفرقوا، وبيظهر قدام بورتر واحد فبيضربه لحد التاني ما بيطلع. وفيك وكونر بيطلع لهم واحد بيضربوا كونر، بس التاني بيطلع سلاح من بعيد. وفيك بيرفع السلاح لكنه بيتردد يضربه لحد ما بيضرب كونر وبيصيبه. فبيضربه فيك بالنار وبيقتله، وبيروح لكونر
وبينادي على بورتر اللي بيقتل الاتنين وبيروح له. بيشيلوا كونر، والقائد اللي قتل جاك بيوصل للمخزن اللي كانوا فيه وبيلاقيهم مشيوا وفي ممرضات وجنود ميتين. فبيلاقي ممرضة عايشة وبتقول ليه بتعملوا كده، وبتمسك سكينة وبتضرب الجندي في رجله. فبيضربها القائد بالنار وبيقتلها، والجنود بتوصل عند مكتب جاك وبيقول بورتر ذخيرتي خلصت لازم ندور على أسلحة. ولما بيدخلوا للمكتب بيلاقوا جاك ميت، فبيغطوه وبيفتحوا الصناديق المقفولة على أمل إنهم يلاقوا أسلحة، ولكنها بتكون كلها فاضية. وبيقعدوا التلاتة يهونوا على نفسهم وبيتكلموا عن حياتهم، ودي حاجة ملهاش لازمة علشان كده مش هحكيها. بس كونر المصاب بيقول أول ما أخرج هروح أنا وابني ومراتي في نزهة وهحكي لهم على كل حاجة عملناها. فبيقول فيك ما سمعناش حاجة من مدة، لازم ننزل كونر مع المجموعة يعالجوه ونستنى الدعم يجيلنا. بس بورتر بيقول له مفيش دعم هيجي، لازم نمشي. فبيقوموا وبيمسكوا عصيان، وده لأن أسلحتهم خلصت، وبيقوموا كونر وبيمشوا. لكن أول ما بيخرجوا بيقابلوا جندي بيضرب كونر برصاصة في رجله، فبيحطوه وبيستخبوا، وبتخرج جنود كتير في طريقهم. بس بورتر بيحفز فيك وبيخرجوا مرة واحدة عليهم وبيقدروا يضربوا كل الجنود رغم إن عددهم كبير. ولما بيخلصوا بيتفاجئوا بالجندي اللي ضرب كونر، بس بيمسكوا فيك وبيضرب فيه لحد ما بيقتله، وبيوصلوا أخيرا لباقي المجموعة. وبيكون كونر اتصاب في شريان وقدامه دقايق ويموت. فبيقول لفيك يحمي ابنه ومراته ويخلي باله منهم، وبيموت كونر. فبيقول فيك احنا هنكمل قتال ومش هنمشي. وبيقول بورتر وانا هروح الممرات وهقتل اكبر عدد من الجنود، بس اي حد هيجي هنا مسؤوليتك، وعاوزك تعرف ان لو مرجعتش ان اتشرفت بمعرفتك. فبيقول له فيك وانا كمان. وبيقول لباقي جنوده يخلي بالهم من المجموعة. وبيخرج بورتر لوحده بيطلع بره وبيشوف مجموعة من الجنود قاعدة، وتحت بيسمعوا صوت ضرب نار. فبيعرفوا انه بورتر وبيستعدوا لو دخل عليهم حد. وبره بورتر بيستخبى للجنود وبيقتل واحد بسكينة، وبيخرج للباقي وبيضربهم بالنار لحد ما رصاصه بيخلص. فبيضطر يضرب بايده وبيدخل عليه واحد بسيف، لكنه بيقدر يقتله بالسكينة. وتحت بيفضلوا مستعدين لحد ما بيدخل عليهم جنود يابان، فبيبدأوا يضربوا نار بغباء عليهم كلهم وبيقدروا يقتلوهم كلهم. وبورتر بيفضل لوحده فوق يقتل في الباقي لحد ما بيمسك واحد وبيقدر يقتله في دماغه، بس بتجيله رصاصة في رقبته وبتكون من القائد بتاع اليابان اللي قتل جاك. وتحت بيقدروا يقتلوا كل الجنود اللي بتدخل لهم، وبورتر بيبان عليه انه بيخلص، بس بتكون في ايده التانية قنبلة فاككها فبيسيبها على الارض، وده لانه مات. وبتنفجر القنبلة في الاوضة وبيموت بورتر مع قائد اليابان. فبيجي للمخزن مجموعة جنود تانيين لكنهم بيقدروا يقتلوهم كلهم تاني. فبيقول واحد لفيك دي اخر ذخيرة لازم تخلي بالك، لكن بتدخل عليهم مجموعة تانية وبيبدأوا يتصابوا واحد ورا التاني، لكن اللي بيقع بيدي للتاني السلاح، وفيك بياخد مسدس تاني وده لان السلاح خلص. وبيقدروا يقتلوا كل الجنود اللي جات لهم، وبيكون مات منهم جنود برضه. فبيظهر واحد من اليابان عايش ما ماتش، بس قبل ما يضربهم بتضربه واحدة من الممرضات، وبتبدأ الممرضات تضرب معاهم بالسلاح، بس الناس دي ما بتخلصش واسلحة فيك بتخلص. فبيروح بالشاكوش وبيقتل اخر اتنين والحمد لله بيخلصوا. فبيقول فيك اكيد هيجي تاني لازم نجهز، بس اسلحتهم بتكون خلصت. وبيقولوا مش لازم نفضل هنا ونموت لازم نمشي، بس فيك بيلاقي فلير جان وبيقول هطلع اضربه ويجي لنا دعم. فبيقول فيك انا خارج ولو ما رجعتش خلال 20 دقيقة اهربه. بيخرج فيك وبيشوف بورتر وهو ميت وبيطلع بره علشان يضرب المسدس، وبيكون الليل دخل عليهم. وفيك مرة واحدة بيدوس على لغم لكنه بيشيل رجله وما بيحصلش حاجة. اما تحت بيكونوا واثقين انه هيقدر يرجع تاني. فبيوصل لمكانه بيحط البندقية اللي معاه وبيطلع المسدس لكنه بيسمع صوت، وبيجيله جندي ياباني وبيضربه بسكينة ببطنه كأنه بيقدر يوقعه وبيخرج السكينة وبيكون خلاص هيقتله، بس بيقف في اخر لحظة وبيقول له امشي. فبيقف وبيقدم له احترامه وبيجري، وبيرجع فيك يمسك المسدس تاني وبيضربه في الجو. وتحت بيعرفوا انه قدر يضرب المسدس ونجح. وبنرجع تاني المشاهد حقيقية لما بتوصل قوات الدعم وبتقدر تنقذ الجنود والممرضات المحجوزين وبتخرجهم بره بسلام وامان لحد ما بيوصلوا تاني لامريكا. ولحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في امان وسلام. سلام.